لا سبيل لحورية إلا أن يرفع رايته مستسلما في حضرة العالمي وبقلب كازا. ومن لا يهاب الرجاء فهو متهور حتى ولو سمع عنه سوء القول فيما يخص مستواه، فلطالما كان هو وجمهوره مرشحين للقمة سواء بالملعب أو بالمدرج. المغاربة لم يفوتوا فرصة اللعب بالمركب، جاءوا بخصمهم لغاية الدار وأكرموه بثنائية تشبع البطن ويذهب كل بحال سبيلها. لقد خاب من لا يملك خاب في عز الورطة يأتيك بهدف لا تنتظره ولا تتوقعه، بل إن أهم ما فيه أنه بأرجل هذا الفتى الذي أنقذ الرجاوية بعديد المناسبات. لا تنم والمباراة لن تنتهي بعد، ففي أي لحظة قد يوقظك الزرهوني بطريقة لا تتمناها على الإطلاق. راوغه بيسراه وضرب بأول زوايا المرمى حيث كان يقف الحارس تماما. هي جرأة واعتداء على فكر الحارس، لكنه الزرهوني ولا أحد مسؤول عن تفكيرها، وأحرز الثانية في الزاوية 90 وأكد 3 نقاط. الرجاء أنجز المهم في الميدان، والجماهير الرجاوية قدمت ما أروع من ذلك، والصورة دليل أمام أنظارك. هذا الأمر الذي يجعلك تتمنى يوما الجلوس هناك تسترق النظر في هكذا إبداع. 4 تيفوهات لجمهور الرجاء المغربي أمام حورية كوناكري. مر التيفو على 4 مراحل وحمل كل منها معنى. كيف اقتحم النسر يسار التيفو، وكيف بدأت الحروف في التلاشية. تحولت أموري وتعني الحب إلى مور، والتي تعني أن الجمهور يريد المزيد، ثم أور والتي تعني الذهب، إلى أن يكتمل شكل النسر حاملا معه كأس دوري الأبطال مع بقاء حرفي RO أي إعادة اللقب. بدأت المباراة بلوحة فنية واختتمها الزرهوني بمهارة وهدف رائع. إذا كان لأمريكا هوليود وكان للهند بوليود، فإن للمغرب الكورفا سود.